اخيرا زيزو لعب في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. الراجل خلاص زهق من الكونفدراليه، اول مره يلعب في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. طب يا جماعه، النهارده الاهلي اكتفى انه يفوز على شبيبه القبائل التقيل والعنيد 4-1، والجول هنتكلم عليه. مع احترامنا الشديد لاخواننا الجزائريين، اصدقائنا طبعا واحبابنا. النهارده يا جماعه الاهلي فعلا اكتفى ان يفوز 4 بس. المباراه يا جماعه النهارده كلها مكاسب، كلها مكاسب. الاهلي يا جماعه لما بيكسب انت تبقى حلو وانا ببقى حلو والدنيا كلها تبقى حلوه والدنيا كلها بتنور. النهارده يا جماعه الاهم من مكسب النهارده، مش هقول لك ان الاهلي كسب وخد اول 3 نقط في دوري المجموعات، مش هقول لك ان الاهلي كسب على يد مدرب جديد، مش هقول لك ان الاهلي النهارده جاب 4 تجوال، مش هقول لك ده كله. هقول لك ان الاهلي النهارده بقى عنده كوتش. زميلنا وصديقنا طبعا المميز تامر عبد الكريم بعت لنا: يا رب كلامكم ما يتغيرش لو المدرب ده قدام بقى وحش. الكرة كلها متغيرات. طب ما طبيعي، النهارده حلو هشيد بيك، بكره وحش هنتقدك. هي الكرة كده، مفيش ثوابت الى ما لا نهايه. مفيش، فيها بس اخلاص وفيها توفيق. فانت لما مخلص في شغلك التوفيق هيجيلك. النهارده يا جماعه، النهارده الاهلي النهارده اكتسب كوتش بيعرف ثبت تشكيل. النهارده المباراه الرابعه على التوالي ثبت فيها التشكيل، عرف خلاص الثغرات اللي موجوده في الدفاع. النهارده الاهلي كسب النهارده 4، واللي هو الجون ده جه ازاي؟ نيران صديقه. الاهلي بقى عنده عمق دفاعي، هنتكلم عليها ان شاء الله في حاله التحليل في الماتش. بقى عنده عمق دفاعي، بقى بياخد الكره الثانيه، بقى بيعرف ازاي يعمل روتيشن، بقى يعرف ازاي اللاعب اللي يقع منه بدني في الملعب هلحق اغيره. بقى عنده دكه كويسه، عرف خلاص مميزات وعيوب اللعيبه اللي عنده، عرف خلاص الدنيا ماشيه ازاي. بقى عندنا النهارده يا جماعه مدرب بيعرف خلاص يلعب ازاي ويطور اللعب ويلعب ازاي على الاجناح. بس هنرجع نتكلم برضو على محمد هاني. محمد هاني في عيب فظيع، مش عايز يطور من نفسه. الباص المباشر ما بيعرفش يعمله. يعني النهارده يا جماعه الجول الثاني اللي عمله بن شرقي لمحمد شريف، كرة اختها محمد هاني لو عملها لشريف برضه جاب الجول التاني لشريف. هاني عمل ايه؟ فتح بطن رجله، لكن الباص المباشر مش عنده دي. فنتمنى محمد هاني، معلش يا كابتن محمد هاني، معلش يعني اتعب شويه وطور من نفسك الفتره الجايه، عشان المدرب ده واضح اللي بيجيد في التمرين هيلاقيه في الماتش، اللي بيتدلع في التمرين مش ليه مكان في الماتش. تمام كده؟ فالنهارده يا جماعه الاهلي اكتفى 4 بس في مرمى شبيبه القبائل. الفتره الجايه واضح خالص ان المكنه اشتغلت. على راي الكاشف، المكنه ايها الناس، المكنه طلعت قماش. ده بالنسبه لياسروب، والتجربه الدنماركيه تجربه هايله على راي عادل امام. الفتره الجايه يا جماعه هو خلاص كده تروب ثبت التشكيل، طلب من اداره الاهلي التجديد لديانج، بقى عنده دكه كويسه، بقى عنده صف تاني. خد من كلام تريزيجيه لما طلع مع ابراهيم فايق، قال لك الكوتش ده بيحب الفريق كله، او بيقعد مع الفريق كله، وليه وقت خاص بيستقطعه انه بيقعد مع كل لاعب لوحده. دي يا جماعه دي مش موجوده في مدربين كتير، فدي حاجه كويسه جدا. يعني اللي ما بيلعبش هو الراجل بيعرف يحتويه، بيعرف يراضيه. فدي اهم حاجه في المدرب، ان اللي بيقعد بره ما يقلبش بوزه. ولو قلب بوزه هو عارف ايه اللي هيحصل له، انه في اداره محترمه، اداره كبيره هتعرف تخصم منه. ان في الاهلي في زي عندك ليك حقوق، عليك برضو التزامات. فالفتره الجايه يا جماعه الترس لازم يشتغل، وكده الكل هيشتغل عشان يبقى ليه مكان في الملعب. وشكرا ليك يا ياسر، انك رجعت لينا السطور امام عاشور. الحمد لله على السلامه يا امام. فعلا الملعب يا ابني محتاجك، بس ما ينفعش تنزل مع زيزو. عايزين بقى نشوفكم في ملعب انت وزيزو بقى، يبقى انت وزيزو بن شرقي في الملعب بقى، في الملعب مع الفتره الجايه للنادي الاهلي. لا فيها راحه ولا بالراحه. خد من كلام تريزيجيه في اخر حلقه ابراهيم فايق لما لك السكواد ده ما قدمش لسه 30%. ومين تاني ومحمود عبد الحكيم الحاوي قال لك النادي الاهلي لو فاق كل الفرق هتزعل منه. وان شاء الله يا جماعه نتمنى الاستمراريه للنادي الاهلي، سواء للعيبه او للكوتش. شكرا يا جماعه، وتحياتي ليك يا صديق.